السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ زي الحال يا صديقي، كيف حالك؟ عامل إيه؟ يا رب تكون بخير. بقالنا فترة مش بنصور. عارف إن أنا مقصر شوية في الموضوع دوت، بس معلش. يلا الحمد لله. في دراسة نشرت عام 1996 نشرتها الدكتورة يونج. قالت، هي دكتورة علم النفس المتخصصة، قالت في هذه الدراسة: تشير النتائج الحالية أن بعض مستخدمي الشبكة أصبحوا مدمنين على الإنترنت قريبا من الحالة التي يصبح فيها آخرون مدمنين على الكحول والقمار والمخدرات، والتي تظهر في الإخفاقات الدراسي وتدهور الأداء المهني، بل حتى الانفصال الأسري. دوت يعني هيكون موضوعنا حوالين هذه الدراسة النهاردة إن شاء الله. عشان كده إحنا النهاردة جايين نعرف هل النظرية دي صحيحة أم خاطئة. يلا بينا. يلا بينا يا صديقي. اولا كده قبل ما نخش في اي موضوع، فانا جاي اتكلم معاك. الاول هنتكلم كده في موضوع عايز اقول لك عليه. انا عملتها، يعني حاجه انا جربتها لمده 4 أو 5 ايام. ديت هنبني عليها بقيه الموضوع كله، يعني ديت هيتبنى عليها الموضوع كله ان شاء الله. اولا، انا شلت التليفون بتاعي لمده 4 أو 5 ايام ايام فتره الامتحانات اللي فاتت ديت، ولاحظت كذا حاجه، يعني انا لاحظتهم على نفسي. ويعني هي من ضمن الحاجات برضو اللي انا لاحظتها لما كنت بكتب في السكريبت الفيديو دوت، او كنت مجهز السكريبت ده اصلا من بقالي فتره، ويا دوبك لسه مظبطه. فاللي هو انا بعض الاشياء انا لاحظتها برضو، فهتلاقيني مدونها وهتلاقيني اصلا اتكلمت فيها، يعني هتلاقينا بنتكلم فيها قدام. المهم، اول حاجه انا لاحظتها ان اليوم بقى طويل. حرفيا اليوم يعني بقى فيه بركه كده كبيره ومفيش اي حاجه. تاني حاجة، عرفت أعمل حاجات كتير في اليوم كانت بتحتاج مني لساعات طويلة. يعني مثلا لو كنت محتاج أذاكر باب محاضرة مثلا في الجزء الفلاني، كانت ممكن تاخد مني ساعتين، لا كانت ممكن بقت خلال الفترة اللي أنا كنت شايل فيها التليفون كانت بتاخد مني أقل من كده، يعني نص ساعة، ساعة كده، أقل من كده، يعني نص الوقت أو أقل من نص الوقت. وتالت حاجة اللي أنا لقيت فيه تركيز عالي، تركيز عالي جدا. وطبعا تركيز عالي بسبب ان انا مفيش سوشيال ميديا، مفيش حاجه اساسا بتشتتني. وده برضك هيسوقنا للملحوظه الرابعه، وهي ان مفيش تشتيت خالص. انا ما لاحظتش ان انا مشتت، انا بل بالعكس، انا حاسس ان انا مركز، انا فوكس في الحاجه اللي انا بعملها، حاسس ان انا في تركيز جامد جدا. برضك يعني حسيت ان ايدي عايز التليفون، يعني انا ايدي بتروح للمكان اللي انا حاطط فيه التليفون، لدرجه ان انا غيرت مكان التليفون 3 أو 4 مرات خلال ال4 ايام، اللي هو انا كل شويه هشيله واحطه في حته تانية بعيد عني عشان ما اروحلهوش، ايدي كل شويه تروح له. طيب يعني ده حاجه هنعرفها قدام، وليس كده برضه. ويعني هي كانت تجربه الصراحه جميله جدا، وانا ان شاء الله هكررها تاني خلال فتره الاجازه بتاعتي برضه، يعني حاجه من الحاجات اللي انا ناوي اساسا اجربها تاني، لان انا حسيت فيها بكذا حاجه، يعني كذا شعور كده مع بعض. وانصحك ان انت تجربها، هتلاقي فيها بركه وحاجه كده ايه، رائعه فعلا. ادمان ام عاده؟ الادمان هنا زي ما الباحثين قالوا، مش ادمان آلة محسوسة. الادمان هنا هو مش ادمان الآلة المحسوسة، انت مش بتدمن التليفون اللي انت ماسكه، بل انت بتدمن اللي التليفون دوت بيوصلك ليه، انت بتدمن الانترنت الشبكي. تمام، يعني احنا هنا الآلة ما هي إلا وسيط بيوصلك للحاجة اللي انت بتدمنها. يعني هنا انت مثلا التليفون، انت مش بتدمن التليفون اللي في ايديك، مش بتدمن الساعة ديت، مش بتدمن القلم دوت، لا انت بتدمن، انت مدمن على الحاجة اللي بيوصلك ليها التليفون، ألا وهي الإنترنت. يعني ألا وهو الإنترنت الشبكي، انت مدمن للحاجة ديت. انت مش مدمن للآلة اللي انت ماسكها، الآلة المحسوسة، انت مدمن لحاجة معنوية اللي هو الإنترنت الشبكي والمحتوى الرقمي اللي موجود على الإنترنت. الآلات ديت زي ما احنا قلنا ما هي إلا وسائط، يعني هي واسطة بس بتوصل ما بينك وما بين الإنترنت بس. وعندك المحتوى الرقمي بينقسم لكذا حاجة، منها شبكات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو ويعني والإباحية وغيرها. تمام، ديت المحتوى الرقمي بيتقسم لها، يعني واحد شبكات التواصل الاجتماعي، ألعاب الفيديو، القمار، ألعاب القمار اللي على الإنترنت،
المراهنات الإباحية وغيرها. وأيضا يا صديقي الملاحظ أثناء فترة العمل أو الدراسة أو الأوقات الجادة إنك بتهرب، يعني أنت بتلاقي إيدك كده بتتمد تلقائي، تلاقي إيدك تلقائيا كده رايحة ناحية التليفون. ليه؟ عشان تهرب من اللي أنت فيه، عشان تهرب لمواقع التواصل الاجتماعي. ودوت اللي أنا عن ذات نفسي أنا حرفيا أنا بجربه كتير، أنا بقع فيه كتير يعني. طيب انت من ساعتها قاعد بتقول لي ادمان وعاده، ادمان وعاده، ادمان وعاده. طب هو ادمان ولا عاده؟ طب ما تفرق لي ما بينهم عشان اعرف اكمل معاك. هي الادمان الفرق ما بينهم بسيط يعني، مش كبير قوي. الادمان الفرق ما بين الادمان والعاده هو اللي دوت الصفه القهريه. الصفه القهريه ده الفرق ما بينهم. فالعاده بتظل يعني العاده انت بتقدر تتحكم فيها بالقدره على السيطره على الاراده، يعني انت بتقدر، هي لسه محطوطه تحت السيطره، انت عرفت تسيطر على ارادتك وعرفت تسيطر على كل حاجه. اما الادمان يتحول الى سلوك قهري، احنا برضو قلنا الفرق بينهم القهريه. فبالتالي ان الادمان هو سلوك قهري، يعني سلوك قهري وليس سلوك انت بتقدر تسيطر عليه. طيب الاعراض الانسحابيه، طبعا احنا قلنا ان السوشيال ميديا هي ادمان، واثبتت لك انها ادمان وليست عاده. طيب فاكيد ليها اعراض انسحابيه. طيب ايه هي الاعراض الانسحابيه؟ يعني ما معنى كلمه اعراض انسحابيه؟ الاعراض الانسحابيه يعني اول هنضربها بالادمان الكيماوي، الادمان الكيميائي، وبعد كده هنعمل اسقاط عليها. الاعراض الانسحابيه للادمان الكيميائي هي حاله بتصيب الجسم عند، يعني ديت حاله بتصيب الجسم عند التوقف المفاجئ للجرعات او يعني الحاجات اللي ادمن عليها الشخص. تمام، يعني هي حاله بتصيب الجسم، يعني انت لما بتتوقف بطريقه مفاجاه عن اخذ الجرعات المثاليه من الحاجات اللي انت مدمن عليها، ديت حاله بتصيب الجسم من الحاجات اللي مدمن عليها الشخص. بالتالي السموم بتبدا تخرج من الجسم وبتكون لك اعراض، والاعراض هي التوتر وقلق وغثيان ونحوها وقله نوم وارق وكذا حاجه. يعني ديت من الاعراض الانسحابيه للادمان الكيماوي. بس احنا دلوقتي مش بنتكلم عن الادمان الكيماوي، احنا بنتكلم عن الادمان الشبكي. طيب هل الاعراض الانسحابيه نفس الاعراض هي؟ لا طبعا. هو اولا هو هنا مش هيبقى، هو هنا ده ادمان سلوكي. تمام، هو ده مدمن سلوكي وليس مدمن كيميائي. يعني مدمن شبكات التواصل الاجتماعي هو مدمن سلوكي وليس مدمن كيميائي. فبالتالي الاعراض الانسحابيه بتختلف في بعض الحالات، يعني هتلاقي في بعض الحالات اللي العلماء عملوا عليها دراسات في اعراض انسحابيه مثل التوتر والقلق والانزعاج، دايما منزعج ودايما متنرفز، مفيش حاجه بيطلع فيها غضبه، مفيش حاجه قاعد ماسكها كده بيعمل سكرول على طول ما هو قاعد، مفيش الكلام ده. فبالتالي لما انت بتشيل منه الحاجه ديت بيبقى في عنده اعراض انسحابيه. ولاحظ انا بقول لك هنا الانترنت المدمن بتاعه عنده اعراض، هو مدمن سلوكي، والاعراض اللي عنده الاعراض الانسحابيه بتاعته هي اعراض انسحابيه سلوكيه وليست اعراض انسحابيه كيميائيه. فرق ما بينهم. اكدت الدراسات ان الادمان الشبكي في اكثر الاوقات هو آلية هروب نفسي للفرار من المهام والواجبات. طيب احنا هنا بنهرب، انت بتهرب ليه؟ عشان كده بقى الباحثين عملوا بعض الدراسات عشان كده، تمام، عشان يثبتوا ليه بقى انت بتهرب. في بعض الباحثين بيقولوا ان هذا النوع من التحرك يقود الى استخدام قهري. احنا قلنا استخدام قهري يعني ادمان، خليك دايما فاكر الاستخدام القهري، طول ما احنا بنقول استخدام قهري يعني ادمان للإنترنت لتوفير آلية هروب نفسي لتحاشي المشكلات الحقيقية أو المتخيلة. واللي يأكد كلام الباحثين ده إن الطلاب، يعني اللي يأكد الكلام دوت إن الطلاب لما أو أي حد عامة، أنا أو أنت أو أي حد عامة، لما بيلاقي نفسه يعمل أي حاجة مهمة بيلاقي في إلحاح داخله كده اللي هو لازما يمسك التليفون، لازما يخش على المواقع المفضله اللي بيحبها، لازما يخش على الفيس لو هو بيحب الفيس وهكذا في اوقات الضغط. تمام، ودوت
ليس بسبب الاغراء، يعني مش بسبب حبه يعني للمواقع ديت، مش بسبب اغراء المواقع ديت ليه. الواقع يعني زي ما الباحثين بيقولوا، على قدر ما هي حيلة ذاتية للتنافس خارج ضغط المهام الثقيلة والكثيرة. يعني دوت ضغط، يعني دوت نفسك بتولد الضغط جواك عشان تهرب وتروح تفتح سوشيال ميديا عشان تهرب من المهام اللي عليك والحاجات اللي حواليك كتيرة. لو جيت سألتك، خلي بالك بقى، ركز معايا في الفقرة ديت. الفقرة دي هتبين إذا كنت أنت مدمن ولا لأ. هنعرفه دلوقتي. لو جيت سألتك كم مرة النهاردة قعدت على الفيس أو دخلت على الفيس، أو وقت قد إيه أنت قضيته على السوشيال ميديا النهاردة، هتنكر اساسا انك قعدت على الفيس النهارده، وهتنكر الوقت، او هتحاول تنكر الوقت اللي انت اساسا قعدت فيه على الفيس. طب ليه احنا بنعمل كده؟ ليه انت كانسان بتعمل كده؟ عشان ما تحاولش تسقط وجهة نظر الناس عليك. يعني مثلا انت كطالب علم او فلان او فلان، الناس ما تقولش الحقوا ده فلان دوت ما يتاخدش من وراه كلام بسبب اللي هو قاعد على السوشيال ميديا كتير. وده اللي اغلب الطلاب بيعملوه. لذلك الباحثين وضعوا، يعني عشان يقيم اذا كنت انت مدمن، درجه ادمانك قد ايه من السوشيال ميديا، او درجه ادمانك قد ايه من الادمان الشبكي، فوضعوا حد ووضعوا سؤال لدوت. وضعوا سؤال، السؤال دوت هو علامه من علامات الادمان الشبكي، وعلى اساسه انت هتقيم نفسك. تمام؟ وانت هتنكر قد ايه، وانت ايه بالظبط اللي انت قعدته على الوقت اللي انت قضيته. السؤال بيقول: كم مره حاولت فيها اخفاء مده قضائك على الانترنت؟ شوف بقى انت كام مره، حط قدامك كم مره حد جه سالك انت قعدت قد ايه على الانترنت النهارده، وانت انكرت او قلت مثلا انا ما قعدتش او قعدت. اما الزمني او الفقد الاحساس بالوقت، كتير جدا تيجي تقعد على النت كده بتلاقي ان الوقت عدى بسرعه، تقعد الساعه 8 ما تقومش الا الساعه 1 بالليل. ايه ده؟ انا لسه قاعد يا عم، ما كملتش دقيقه، 5 دقايق. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا اللي انت وقعت في حاجه اسمها ثقب زمني، او زي ما بيسموه كده العلماء في الادمان الشبكي الثقوب الزمنيه. تمام؟ ايه اللي حصل؟ هو استعاره عن شيء اللي هو ايه، نقط. يعني انت نطيت من لحظه للحظه ثانيه. ده بسبب ان متصل بالشبكات الانترنت بتلاقيه مره واحده نط من ناحيه لناحيه ثانيه، من نقطه زمنيه لنقطه زمنيه ثانيه، من نقطه زمنيه لنقطه زمنيه اخرى. ده بسبب ايه؟ ده بسبب اللي هو اساسا مركز على السوشيال ميديا بس، فبالتالي مش حاسس باللي حواليه، مش حاسس باي حاجه حواليه. فاكيد دوت السوشيال ميديا عامه بتخليك ما انتش حاسس بالوقت اللي حواليك. عندك العلماء قسموا لحظات التسلل او التسلل الشبكي الى 3 حالات. يعني هم ايه، قسموه كده ايه، 3 حالات كده سريعا، هنتكلم عنهم سريعا. الاول حاله، حاله ضغط المهام. تمام؟ يعني ديت انت في الوقت دوت انت مضغوط جدا، عليك مذاكره كتير جدا، عليك شغل كتير جدا، عليك كذا حاجه كتير جدا. انت بالتالي بتهرب من الحاجه اللي عليك ديت، اللي انت بتخش على السوشيال ميديا او بتخش على الانترنت. تمام؟ والحاله ديت يعني ايه، دي هروب اكتر من كونها خضوع للحاجه ديت. يعني اكتر من انت الحاجه ديت جذباك، انت بتهرب بس مش اكتر. تمام؟ ده بالنسبه للحاله الاولى. الحاله الثانيه حاله الاسترخاء بين المهام. بمعنى انت مثلا ذاكرت مثلا ماده او خلصت مهمه او تاسك معين، نقلت ما بينها وما بين المهمه الثانيه، بتفصل ما بينهم بشويه وقت، بتاخدهم تقعد بيهم على السوشيال ميديا. الحاله ديت بتقلل من الاجهاد الذهني. تمام؟ يعني دوت بتقلل شويه من الاجهاد الذهني، والحاله ديت كويسه شويه. يعني دي كويسه نسبيا، انت ممكن تاخدها، بس انت تتحكم في الوقت اللي انت تقعده على السوشيال ميديا. الحاله الثالثه حاله استفتاح العمل. اللي انت بتبدا العمل بتاعك اول حاجه خالص، اللي انت بتبداه بالتصفح. يعني بتبدا الاول كده، انا 10 دقايق بس سكرول، 10 دقايق بس قبل ما ابدا مذاكره، قبل ما ابدا اي حاجه سكرول بس سريع كده وايه، وهكمل مذاكرتي وهبدا مذاكرتي او هبدا الحاجه اللي انا بعملها. تمام؟ وفي الواقع ان ده فخ. انت المده المخصصه للعمل والوقت الذهبي فيها المخصص للعمل انت بتقضيه، والصفاء اللي انت فيه انت بتقضيه على السوشيال ميديا. ده الوقت اللي انت بدات فيه كده مذاكره، انت ضيعت منه وقت اللي هو انت فاضي فيه والذهن بتاعك فاضي جدا. انت ضيعت وقت كبير جدا منه قاعد بتتصفح النت، وقاعد بتعمل سكرول وخلاص على حاجات ملهاش اي علاقه، مش داخل تبص على حاجه مهمه.
بعد كده انت بتحاول بقى تعمل تدارك ايه بسرعه 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 للي فاتك، وتلاقي اساسا ايه زي ما احنا قلنا اللي هو ايه اللي انت وقعت في الفخ من لحظه زمنيه لحظه زمنيه اخرى. انت مثلا فتحت الساعه 8 نت، اوب الساعه بقت 1 2 3، انت ايه الوقت جرى راح فين ما انتش عارف، ما انتش عارف الوقت راح فين. فده ديت عشان كده هم سموها حاله خطيره جدا، العلماء صنفوا هذه الحاله اللي هي حاله خطيره جدا من حالات التسلل الشبكي. من عجائب ابن ادم، يعني احنا خلاص وصلنا كده لاخر الحل بقى، وهديك الحل والخلاصه تعمل ايه. من عجائب ابن ادم انه بيتذمر من ضيق الوقت. يعني تقول انا وقت ضيق، ولو انا جيت قلت لك تعالى معايا مشوار تقول لي لا انا مش فاضي ومش عارف ايه الكلام ده، وعندك التزامات وانشغالات ومش عارف ايه. ولو قعد كده 5 دقايق مع نفسه اوب بيطلع التليفون يمسك السوشيال ميديا يقعد يلف يعمل سكرول. انت كنت اولى عامل ال5 دقايق دول تقعد تذاكر فيهم تعمل فيهم حاجه مفيده. لا هو خلاص هو مش فاضي طول اليوم، ولكن تيجي مثلا عند حاجه مهمه يقول لك لا انا يا عم مش فاضي النهارده، انا يوم كله مسحوم، ويقعد على النت بالساعه والاثنين والثلاثه. طيب ايه المطلوب مني ومنك ومن اي حد دلوقتي؟ هقول لك المطلوب مجازا كده سريعا عشان الفيديو ما يبقاش طويل. اكيد الفيديو هيطلع طويل بعد كل ده. هل المطلوب منك اللي انت تعتزل الانترنت وتقفل خالص وتقفل السوشيال ميديا خالص؟ لا مش ده المطلوب، مش ده اللي انا جاي اقوله لك، مش ده نهائي اللي انا جاي اقوله لك. المطلوب منك يعني اللي انا هقوله لك دوت يعني ايه، مش يعني ايه التوازن بمعنى صحيح، ان انت تكون شخص متوازن شويه، شخص عاقل في استخدامك، شخص مركز شويه في اللي بيعمله، شخص فاهم هو بيعمل ايه، شخص لازم يكون ايجابي في استخدامه للانترنت. يعني تكون عارف انت هتقعد قد ايه. انا دلوقتي هتلاقيني سايب لك في الديسكربشن ان شاء الله او في اول كومنت برنامج اسمه ستي فري تقريبا على ما اعتقد بالظبط، اسمه ستي فري. تمام، البرنامج ده كويس جدا انا بستخدمه، بيعرفني انا قعدت قد ايه على السوشيال ميديا يوميا، بيعرفني استخدامي للتليفون قد ايه، بحط ليميت لكل حاجه معينه. اعتقد انك انت على البرنامج ده قبل كده، والله ما اعلان. تمام، بس البرنامج كويس جدا، انا اتكلمت عليه قبل كده يعني. المهم هتلاقيني سايبه لك في الديسكربشن تحت. انت ممكن بتحط ليميت للبرامج اللي انت عايز تستخدمها السوشيال ميديا وكده، بتحط على الفيس مثلا ليميت ساعه في اليوم كله، ليميت على اليوتيوب ساعتين، ليميت على ساوند كلاود كذا، ليميت على الياهو، ليميت على تويتر كذا او اكس كذا. بتحدد بقى كل حاجه. المهم ان انت لازم تدي مشكله ادمان الانترنت ديت حقها، لازم تديها حقها على اكمل وجه، لازم تديها حقها لان ديت مشكله كبيره جدا، مشكله يعني زي ما بنقول كده مشكله عويصه. حاول ان انت تكون شخص منتج، ما تبقاش شخص مستهلك، بالذات في السوشيال ميديا. حاول انت تكون شخص منتج. يعني بمعنى ايه؟ مش معنى ان انا بفتح السوشيال ميديا وخلاص استهلك كده وقت وخلاص اضيع وقت. لا، خلي بما ان وقتك ضايع مثلا في السوشيال ميديا، بما ان انت شخص بيحب يقعد يتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، لا خليك بقى شخص بيتفرج على الفيديوهات ويطبق الفيديوهات اللي هو بيعملها ديت. مثلا تسمع فيديوهات للشيخ الفلاني، بتسمع درس الدورات للشيخ الفلاني، وهكذا. لازم تدور على حاجه تظبط بيها وقتك بدل ما بتضيعه في هذه التفاهات. واخيرا يعني الحمد لله وصلنا كده لاخر الفيديو. الاضاءه انا عارف اللي هي مش متظبطه، سيكه بسيطه، في حاجه في الاضاءه مش متظبطه على ما اعتقد، بس يعني الحمد لله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، وربنا يا رب يرحمهم ويعفو عنهم وينصرهم. وسلام، نشوفك في فيديو جديد ان شاء الله.